جري كل واحد بريك واحد الثانوي جري. النجاح واحد الفرحه هيستيري اللي ما كتصورش، واحد النجاح اللي كان جا يعني الانسان كان متوقع انه غينجح. الانسان ملي كيخدم وكيجد وكيشتغل ضروري غتكون واحد النتيجه هو النجاح، والحمد لله حنا فرحانين وجميع الزملاء ديالنا فرحانين، والحمد لله. مدينه سيدي بنور معروف على الصعيد الوطني انها كتزدار بالتلاميذ الذين من نقاط عاليه وكيحتلوا المراتب الاولى من ناحيه النقاط البكالوريا. شكرا. الرتبه الثالثه على الصعيد المدرسه 15.030. كنهدى الاصدقاء ديالي والعائله ديالي بالاخص الوالده ديالي خصوصا والزميل المعد ديالي والاخ زوير وجميع الاصدقاء، وكنتمنى لهم الفرحه. شكرا. السلام عليكم. انا يمكن نعبر على الفرحه ديالي بمناسبه الحصول ديالي على شهاده البكالوريا كاول معدل في شعبه ادب وعلوم انسانيه 1661 مزاج حسن جدا. وكان نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ اللي حازوا على شهاده البكالوريا السنه، والسداد للناس اللي ما حصلوش عليها في الدوره الاستدراكيه والعام الجاي ان شاء الله. وصافي. 1661 مزاج حسن جدا. كنهديه اولا الوالدين ديالي، وثاني حاجه كنهديه الاساتذه اللي عاونوني والاصدقاء والصديقات ديالي. انا فرحانه اليوم بزاف حتى كنت من بين التلاميذ اللي نجحوا وتاهلوا يعني نيل الفوز بشهاده البكالوريا، وفرحانه بزاف. هذا النهار هو نهار كنتظروا بعد مده كبيره من بعد الجهود وبعد هذا العناء الكبير اللي قمنا به، وهذه المثابره يعني كان النتائج في مستوى. اعتمدنا على النفس، المهم اعتمدنا على انفسنا وكانت النتيجه مزيان، ولكن كان واحد المشكل بسيط هو اننا الفرحه ديالنا ما كملتش حيت بعض الاصدقاء كنا كنتمناو يدوزوا معنا، ولكن المهم باقي عندنا امال ان شاء الله انهم ينجحوا في الاستدراكيه، وكنتمنى لهم حتى هما النجاح، وما كنتمنى هذا اليوم ما يتحرم منه حتى شي انسان. حتى اليوم بصراحه اي تلميذ واي واحد كيتمناه والوالدين كيتسناو بفارغ الصبر هذا اليوم، وانا فرحانه بزاف. كنتمنى لجميع التلاميذ اللي باقيين ان شاء الله ما ينجحوش انهم حتى هما يكون من النصيب ديالهم النجاح، وكنتمنى بزاف التلاميذ الثانيه علوم انسانيه واحد تنجح كامله ان شاء الله في الاستدراكيه. وهذا اليوم يعني راه ما كيتنساش وما كيتعوضش. وصافي شكرا.